مساء الفل عليك. بص، لكل الناس اللي بتسأل هو الدنيا هتمشي معايا ازاي في الرخصة ولا ايه اللي بيحصل. بص يا سيدي، الوضع الطبيعي خالص اللي انت لو معاك رخصة مثلا من بلدك او معاك، خلينا نقول انت معكش رخصة خالص. اولا تبقى لازم اقامتك دبي، او شغال في دبي، او معاك عقد ايجار في دبي، او شركتك لها فرع في دبي. تمام. بس انت لو اقامتك دبي خلاص انا باذن الله اقدر اساعدك. طب ايه اللي بيحصل؟ انا بسجلك وافتح لك ملف ار تي اي، وخلال رحلتك للرخصة انت بتاخد، لو انت معكش رخصة خالص من بلدك ازيد مثلا من سنتين على الاقل، فانت بتخش الكورس كامل. الكورس بيبقى عباره عن 20 ساعه تدريب، بتبقى الحصه ساعتين، فانت بتاخد 10 حصص. وفي باكج بتبقى اعلى شويه وفرقها بسيط، وممكن تاخدهم على ثلاث مرات يعني، او ثلاث حصص. تمام. انت بتخش في خلال رحلتك للرخصه، الوضع بيمشي كالاتي: احنا بنسجل، بنفتح ملف مدرسه، نفتح ملف ار تي اي، بدي لك رقم مروري تروح تعمل بيه فحص عيون بحوالي 120 درهم في اي محل نظارات. بس بتقول له انا هعمل فحص عيون للار تي اي، لان هو بيعمل له اوريدي سبميت على سيستم الار تي اي على طول، وبيسمع عندي في السيستم. تمام. بعد ما بتخلص الكلام ده وفتحنا الملف، بفتح لك 8 محاضرات على الابلكيشن، دولت حضورهم اجباري لازم تحضرهم. وبديك لينك فيه 300 400 سؤال من الاسئله اللي بتتكرر في الامتحان. طيب بعد كده بنحجز الثيوري تيست. انت بتخش بقى خلال 5 امتحانات: واحد اشارات، واثنين باركن عادي، وباركن ار تي اي ده اللي هو بتاع السنسور، وامتحان فاينل مدرسه، وامتحان فاينل ار تي اي. دي ال5 امتحانات اللي انت هتخشهم. ولا قدر الله في يعني اي رسوب في اي امتحان من الامتحانات دي بيبقى فيه رسوم عليك، لان انت مثلا لو سقطت في الفاينل بيبقى فيه رسوم معينه، دي شامله 4 ساعات تدريب اجباري. لان انت معنى ان انت سقطت في حاجه، فدي معناه ان انت عندك مشكله في حاجه، فالار تي اي بيخليك تتدرب تاخد تدريب اجباري لو طالما انت سقطت في الحاجه دي. فدي بتبقى رسوم التدريبات ورسوم الامتحان. بس. ودي كانت رحلتك للرخصه كلها من اول ما تسجل لحد ما تخلص. طبعا في ناس بتبقى معاها الدنيا اسهل شويه، للناس اللي هي معاها رخصه من دول مجلس تعاون خليجي، زي السعوديه، عمان، قطر، البحرين، الكويت. ده بيخش امتحانين بس، اشارات وفاينل، يخلصهم ويتكل على الله رخصته في ايده، ومساكم زي الفل.